هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من اخر فيديو. ميرسي على التفاعل بتاعكم. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. لو انتي عروسة ولسه بتجهزي بيتك او بتجددي بيتك في العموم، فالفيديو ده هينهي على حيرة اعمل دريسنج ولا ليفنج هيفيدني اكتر. بصراحة الاتنين ليهم مميزات والاتنين ليهم عيوب. هبدأ بأول حاجة الدريسنج. لو انتي شخص بتحبي تنظيم الهدوم وبتحبي تعملي ستايلينج ولبسك كتير وبتحبي تتصوري قبل ما تخرجي، ولو انتي شخص برضو بتحبي تقعدي تحطي ميك اب مثلا، فالدريسنج في الوقت ده هيبقى اختيار مناسب ليكي. وكمان لو انتي حابة ان يكون في وحدات تخزين لللبس كتير، مثلا حاجات للشتوي وحاجات للصيفي، ده هيسهل عليكي قوي. طيب نتكلم عن مميزات الليفينج برضو. ان انتي الريسبشن الوقت كله هيبقى منظم ويبقى رايق كده. لو جالك ضيوف في اي وقت فانتي مش محتاجة انك تقعدي وتنظمي وتروقي، لا، البيت هيبقى رايق وهيبقى جاهز من الاول. ده مميزات انك تبقي عاملة ليفينج. فانتي قعدتك الوقت كله هتبقى فيه. هتحط شاشة تي في، ولو انتي مثلا بتحبي تشتغلي او بتحبي تقعدي تكتبي حاجات، تحطي مكتب، فيبقى فايدك خالص. ويبقى برضو قاعدة للأكل، هتستفادي منه جدا لو انتي قعدتك في البيت كتيرة. طيب في حالة انك انتي محتاجة الاتنين، محتاجة تعملي دريسنج، انتي لبسك كتير ومحتاجة وحدات تخزين، محتاجة مثلا مكان مخصص تقعدي تجهزي فيه قبل ما تخرجي، ومحتاجة برضو ان انتي الريسبشن عندك يبقى رايق وما يبقاش مدوش كده، حد جالك في اي وقت ما تتضغطيش عشان تروقي. هقولك تعملي ايه، ركزي معايا عشان هتستفيدي جدا. انتي مثلا عندك اوضه، والاوضه دي محتاره تعملي فيها دريسنج ولا ليفينج. هتعملي نصها دريسنج وتبقي حققتي اللي انتي عايزاه، وتحطي مرايه وتحطي كده بف مثلا صغير تجهزي عليه. وفي نفس الوقت هتجيبي الركنه ال شيب دي مثلا اللي بتتفتح السرير، وتجيبي شاشه تي في صغيره، وكل ده تنسقيه على حسب مساحه المكان. مش لازم مثلا تجيبي ال شيب كبيره، لا، هاتي مثلا شوفي المساحة عندك كام، وخلي النجار يصمم لك حاجة صغيرة ليها، بس المهم تبقى بتتفتح عشان تبقى مريحة اكتر، وتبقى مكان كده كومفي اكتر. بس لو هتعملي بقى الدريسنج والليفنج في مكان واحد، خلي الدريسنج يبقى ازازه غامق خالص عشان تبقي بقى براحتك، حتى لبسك براحتك. اي ضيوف جات مثلا انتي حابة تدخليهم الأوضة دي، يدخلوا براحتهم برضو. وهاتي برضو كوفي تيبل كده عشان تعرفي تسندي عليهم لو في اكل، لو حاجة بتشربيها، فتعرفي تستغلي الموضوع صح. وما تنسيش انك تعملي لون الركنة دي ما يبقاش فاتح قوي، يعني مثلا درجة من الكافيهات لو انتي حابة، عشان تقدر تستحمل معاكي، لان الأوضة دي انا وانتي هنبقى عارفين ان هي هتبقى مهلكة الوقت كله يعني. اخر حاجة حابة اقولك ان مفيش حاجة صح وفي حاجة غلط، لا خالص. انتي بتنسقي بيتك على حسب راحتك، على حسب انتي استخدامك ازاي، على حسب برضو انتي بتشتغلي الوقت كله ولا قاعدة في البيت الوقت كله، شغلك من البيت ولا شغلك بره. لو وصلتي لغاية هنا قوليلي هتعملي ايه، وقوليلي لو حابة تسألي في اي حاجة، واكتبي لي عجبتك فكرة الميكس ولا حابة تعملي الدريسنج لوحده او الليفنج لوحده. Thank you for watching.